السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا محمد. مرحبا بكم أخواتي بقناتي المتواضعة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم خياتي بوصفة الكريم فريش أو الكريمة السائلة اللي يعني نستعملوها بكثرة، خاصة في شهر رمضان. نديروها في الكراتان، في الكيش، في المملحات، يعني لا غنى عنها. ارتفاع سعرها في الأسواق بعد ما كانت 10,000 11,000 راه درك 14,000. هذه العلبة الصغيرة، العلبة اللي كبر منها راهي يدير ب25,000. نعطيكم طريقة الاحتفاظ بها وسر نجاحها وتجيكم أحسن من تاع المحلات. تعرفوها باللي مليانة بالمواد الحافظة راكم عارفين. المهم نخدموها بيدينا أحسن، تجي اقتصادية بنينة، توفروا جيوبكم. المهم بسم الله نبداو في الوصفة حبيباتي. وعندي هنايا 2 كيسان حليب شكارة. نتوما اي حليب متوفر عندكم ديروه وتنجحكم بكافة انواع الحليب. انا خياتي هذا الكاس الزوجة اللي ندير فيه كاس مملوء تاع وليد كما تعرفون. راح ندير لهم ملعقة كبيرة نتاع هنا رشة تاع ملح، وملعقة كبيرة تاع مايزينا تكون معمرة مليح. نحركهم بارد في بارد ونديهم على نار متوسطة حتى يتغير القوام، يولي ثقيل وتولي كذلك يعني يبقبق كما احنا نقولوا، تطلق هذيك الفقاعات في الجوانب. شوفوا خياتي هذا هو القوام اللي نحوس عليه. هنا في هذه المرحلة نزيد ملعقة صغيرة نتاع الزبدة ولا مارغرين، نزيد ملعقة كبيرة تاع جبن طري تاع البيدون اللي عندكم. واذا ما عندكمش كما انا كان عندي هذا متوفر تاع المثلثات، درت 2 حبات فرماج تاع مثلثات. نحركها مليح مليح حتى يذوب. ما تنسوش الصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد. شكرا لكم حبيباتي على تعليقاتكم الزينة، ان شاء الله في ميزان حسناتكم وحسنات والديكم. المهم حبيباتي بهذه المرحلة بعد ندي الخليط نتاع الكريمه السائله، هو حامي، نديرو في صحن واحد اخر يكون شويه عميق ونغطيه ببابي فيلم ترونسبارون. لازم يتغطى مليح. دوكا تشوفوا طريقه حبيباتي، تخلوه يلامس السطح ونخلوه على جنب يبرد. تخليه فوق البوطاجي ولا تدخليه الثلاجه كيما حبيتي. الا كنتي قاصبه دخليه الفريجيدار وكملي وصفتك. بعد ما يبرد خياتي شوفوا حتى القوام تاعو تبدل وزاد ثقل. شوفوا راني نوريكم كيفاش كيما هاك. شوفوا القوام تاعو كيفاش تبدل. في هذه المرحلة رايحة نضيف 5 ملاعق زيت المائدة، يعني 5، ما تزيدوا ما تنقصوا باش تجيكم يعني مقادير مضبوطة بإذن الله. ومن بعد نخلطها بالبرا ميكسور حتى وين يختفي الزيت، وتحتفظوا به في علبة وتستعملوه في كافة أطباقكم خياتي. بالنسبة لمدة الصلاحية نتاعو 7 أيام. المهم في علبة محكمة الإغلاق، خلوه في الثلاجة كما راكم تشوفوا خياتي. هنا راني كنت يعني نحاول انه نضرب في الميكسور ونخلطه زين نمزجو حتى وين يختفي هذيك الطبقة نتاع الزيت وتمتزج كامل المكونات. وهذه هي وصفتنا النهار اليوم حبيباتي، ان شاء الله يا رب تنال اعجابكم. على بالي بلي الكثير من الامهات يعني استعملوا الكريم فريش او الكريمه السائله في طبخهم، وهذه الوصفه باذن الله راح تعجبكم وان شاء الله تعتمدوها وتوفروا جيوبكم. لما لا؟ شوفوا القوام تاعها حبيباتي بعد ما درت الزيت، والله نفس قوام الكريمه السائله اللي راني نشروها، بل احسن، بنتها تهبل. انا جربت بها درتها في كراتان جات مزيانه تهبل بنتها. شوف ونفس يعني نفس القوام نفس الريحه يعني تاع المشريه، كيف تحل في دولي مشريه. المهم حبيباتي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم. تهلاو لي في رواحكم، ما تنسوناش بالفتاة تاع اللايك هذيك. الله يحفظكم.
مع السلامة، دمتم في رعاية الله، في أمان الله. خياتي إن شاء الله يا ربي نتلاقاو في ساعة الخير.